نروح لاخبار نادي الزمالك. بعثه الزمالك بكره هترجع ان شاء الله العصر كده الساعه 5، والكابتن هاني رمزي بيستعجل عوده صلاح سليمان عشان يسافر مع المنتخب المصري الى تولون في فرنسا، دوره تولون ولقاءات منتخب مصر هناك الاولمبي استعدادا لاولمبياد لندن. يعني اتصل بصلاح سليمان وقال له لازم ترجع بسرعه عشان تلحق تنضم للمعسكر وتسافر مع الفريق الى فرنسا. كابتن حسن شحاته هيجتمع بالاداره خلال 48 ساعه، يعني النهارده الاربع، ممكن يوم السبت او الحد، لكن اعتقد الاجتماع الحد، هم اتفقوا يوم الحد، وهيحط بقى برنامج الاعداد للموسم الجديد. اللعيبه المستبعدين هيحددهم بشكل رسمي عشان النادي يبدا يعني يبعت فاكسات للعيبه دي او يبعت خطابات ان هو مش محتاجها الموسم القادم. وفي نفس الوقت بيقول يعني ان في بعض العروض بالنسبه للمعسكرات جايه لنادي الزمالك. كابتن حسن برضه هيتناقش مع الاداره ومع كابتن اسماعيل يوسف لما يرجع من السعوديه عشان يحطوا تصور كامل لمعسكر اعداد نادي الزمالك في الفتره القادمه، خصوصا ان بطوله دوري ابطال افريقيا هتبدا في اول اسبوع في شهر يوليو، احد ايام 6 او 7 او 8 هيكون لقاء الزمالك الاول مع فريق تشيلسي بطل غانا، واللقاء الاول هيكون في غانا خارج مصر. وقرعه الزمالك اعتقد كويسه، انه حاطط القرعه حاطه ماتشات نادي الزمالك كلها اللي في الاول بره، يعني الزمالك هيلعب مع تشيلسي في غانا اول مباراه، وبعدين يرجع يلعب مع النادي الاهلي هنا في القاهره وهتكون مباراه نادي الزمالك، وبعدين يطلع يلعب مع مازيمبي في الكونغو، وبعدين يرجع هنا يلعب مع مازيمبي في القاهره، وبعدين يلعب مع تشيلسي في القاهره، وبعدين يلعب مع النادي الاهلي في القاهره. يعني اخر 3 جولات بالنسبه لنادي الزمالك مع مازيمبي مع تشيلسي مع الاهلي هتكون في القاهره، وانا مبسوط جدا ان مباراه الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك هتكون اخر مباراه في دوري المجموعات هنا في القاهره، ان ساعتها هنبقى عارفين موقف الفرقتين، يعني موقف الاهلي وموقف الزمالك، وده محتاج ايه وده محتاج ايه. فبرضه كويس ان الفرقتين هيكون اخر مباراه ليهم هنا مع بعض ان شاء الله في القاهره، ونتمنى جميعا طبعا كلنا ان الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي يصعدا الى الدور قبل النهائي ويوصلوا كمان الفرقتين لنهائي البطوله. احمد يحيى وكيل اعمال اللاعب البنيني رزاق بينفي شكوى، بيقول يعني او بينفي، بيقول ان رزاق مش هيبعت شكوى ضد نادي الزمالك في الاتحاد الدولي او في اتحاد الكوره. بيقول الكلام ده غير صحيح تماما، والكلام اللي اتقال في الفتره الاخيره ان رزاق هيبعت شكوى او هيقدم شكوى في نادي الزمالك اللي ما خدش لسه الجزء الاخير من مستحقاته، الكلام ده غير صحيح. وبيقول ان هيحصل اتفاق ودي ما بين اداره نادي الزمالك، هل رزاق هيكمل الموسم القادم ولا مش هيكمل، وبيقول يعني مش هيحصل اي مشكله وان الامور هتتحل بشكل كويس. ورزاق كان منقطع عن التدريبات الفتره اللي فاتت، كان بيطالب مستحقاته. رزاق برضه خلي بالكم كان عنده مشكله، وهي مشكله طرده في مباراه افريقيا سبورت في ساحل العاج، اتطرد وهو قاعد على الدكه وخد كارت احمر، والحكم المالي ساعتها كتب في تقريره ان في الفاظ نابيه او الفاظ سيئه قالها رزاق، فراح الاتحاد الافريقي مديله 4 لقاءات. فرزاق كمان غاب عن ماتشين، ان هو لقاء المغرب الفاسي رايح جاي ما لعبهمش، وهيغيب عن اول لقاءين في الموسم الجديد. وفي قصه دلوقتي، هل لو الزمالك خلاص الزمالك اشترى عبد الله سيسي، بقى دلوقتي مين موجود في الزمالك؟ 3 اجانب، عبد الله سيسي، رزاق، اليكسيس مندومو، هيتم الاستغناء عن كريم الحسن. كريم الحسن هيتم الاستغناء عنه. في كلام وفي مفاوضات مع الياسو مدافع النادي المصري لمده موسم على سبيل الاعاره. هل لو الياسو انضم مين اللي هيمشي؟ لو الياسو انضم النادي الزمالك اعتقد ان رزاق ممكن هو يكون اللاعب اللي هيرحل، خصوصا ان رزاق يعني موقوف ماتشين في دوري ابطال افريقيا. رزاق مسافر، لكن اتمنى طبعا رزاق لعيب كويس جدا، واتمنى ان هو يكمل مع نادي الزمالك، وهو حابب الفريق ولعيب كويس جدا. رزاق هيسافر لنيجيريا وبعدين لبنين عشان ينتظم في معسكر منتخب بنين، وهم عندهم ماتشات في تصفيات كاس افريقيا زينا بالظبط. هيلعب مع المنتخب الاثيوبي، منتخب بنين ومنتخب اثيوبيا. الاستاذ عمرو الجنايني والدكتور عبد الله جورج سعد هيقعدوا مع الاستاذ كامل ابو علي عشان يحسموا اعاره الياسو. هل الياسو هينضم لنادي الزمالك ولا لا؟ هيبقى في قعده ما بين الاستاذ عمرو الجنايني والدكتور عبد الله جورج سعد. كابتن حماده عبد الباري المدير الاداري لفريق كره اليد في نادي الزمالك هيعمل عمليه جراحيه في القلب بمركز القلب في مصر الجديده، وبعد ما دخوله في مشاده كلاميه مع الاستاذ هادي فهمي رئيس اتحاد كره اليد داخل مقر الاتحاد النهارده. وكان يعني بصراحه الخبر ده انا اول مره اراه دلوقتي، وطبعا حزين جدا
على كابتن حماده عبد الباري واتمنى له الشفاء السريع ان شاء الله. كان كابتن حماده عبد الباري راح لاتحاد الكره عشان يقدم طلب تاجيل مباريات نادي الزمالك في بطوله كاس مصر لانشغال اللاعبين في امتحانات اخر العام، بالاضافه الى اجهاد معظم اللاعبين بعد اشتراكهم في كاس السوبر الافريقي وبطوله كاس او بطوله دوري ابطال افريقيا في تونس. ولكن الاستاذ هادي فهمي رفض طلب اداري نادي الزمالك وقام باحراجه ببعض العبارات اللي ادت لاصابته بهبوط حاد في الدوره الدمويه، واغمى عليه داخل اتحاد كره اليد وتم نقله لمركز القلب وبيعمل عمليه جراحيه. نتمنى له الشفاء يا رب. يعني ما كناش نحب طبعا يحصل اي مشاهدات والكلام ده، لكن نتمنى الشفاء للكابتن حماده عبد الباري المدير الاداري لفريق كره اليد في نادي الزمالك.